السلام عليكم وازيكم في فيديو جديد. النهارده الفيديو ده مهم جدا لانه من اكتر الموضوعات اللي انتوا طلبتوها مني ان انا اتكلم عنها. نتكلم عن ايه في الفيديو ده؟ يا ترى سنتر ولا اونلاين؟ ايه افضل الكتب اللي احنا ممكن نجيبها؟ انا كنت بحل كام كتاب، وكمان مين هم اكتر المدرسين الثقه اللي احنا ممكن ناخد عندهم. وفي طالبه او في واحده منكم سالتني سؤال، انا هرد على السؤال ده في الوقت المناسب ليه في الفيديو هنا، فتابعوا معايا. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش كمان تشتركوا في قناه التليجرام، هسيب اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. وما تنسوش كمان تسالوني على تفاصيل الكورس الشامل السنوي اللي انا اول سنه اعمله السنه دي. ويلا بينا نبدا الفيديو. واي حد عنده اي سؤال او اي موضوع احنا ممكن نتكلم فيه تاني ممكن تسيب لي تحت في التعليقات او تبعت لي على قناه التليجرام الاتنين واحد. يلا بينا نبدا الفيديو. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ونيجي لاول سؤال. السؤال الاول، يا ترى ناخد سنتر ولا اونلاين؟ قبل ما اجاوب على السؤال ده محتاجه اقول لك ايه مميزات ده وايه عيوب ده. اولا لو هنتكلم على السنتر، فالسنتر فيه متابعه مستمره مع المستر اللي انت موجود معاه، في التزام ان انا مطلوب مني ان الحصه بتاعت النهارده انا اخدت درس الدي ان ايه، فالمفروض ان الحصه الجايه اكون جاي مذاكره واحلل عليه عشان هو ممكن يسالني فيه. كمان مع الامتحانات انا في امتحان الحصه الجايه، فالمفروض ان انا اكون جاي مذاكر له كويس. دي حاجتين مهمين جدا. تالت حاجه كمان في تفاعل بينك وبين المستر، فانا لو حابب اسال سؤال هلاقي الاجابه بتاعتي او الاجابه اللي انا محتاجها من المستر اللي قدامي. طب ايه عيوب بقى السنتر؟ السنتر عيوبه اول حاجه كده انه في تضييع وقت في المواصلات. ممكن تكون فلوس السنتر يعني غاليه شويه عن فلوس الاونلاين. ممكن ناس ما بتحبش مثلا انها تروح وتيجي، وخصوصا ان احنا كمان في الحر وكده، فبيضيع منها وقت شويه. اما لو هنتكلم على الاونلاين فهو وقته اقل لان مفيش مواصلات وانا مش بروح واجي، انا باخد الحصه بتاعتي او المحاضره بتاعتي على الموبايل وخلاص. انا ممكن اخد المحاضره دي في اي وقت، يعني مثلا مقسم الاسبوع بتاعي ان يوم كذا انا بذاكر ماده كذا، سواء بقى المستر نزل المحاضره دي اليوم ده او نزله في اي يوم تاني، المهم ان انا بسمع المحاضره في اليوم ده، فانا قدامي وقت اطول او وقت متاح ان انا اسمع المحاضره بتاعتي في اي وقت في طول الاسبوع. كمان الشرح انا ممكن اعيده اكتر من مره، يعني انا مثلا ما فهمتش الجزئيه دي فانا اجيب الشرح واعيده تاني. المستر اللي بيكون في السنتر انا ما اقدرش اعمل معاه حاجه زي كده. طيب كمان الاونلاين بقى من عيوبه ايه، ويمكن من اكتر العيوب المهمه فيه ان انت مفيش متابعه معاك. ممكن ناس مثلا مش بتلتزم ولا حاجه فتضيع في حته الاونلاين دي. فدي بالنسبه للمميزات. وبالنسبه للعيوب فتعالى بقى انا هقول لك ترشيح ايه بما اني انا خدت سنتر وكمان خدت اونلاين. بص بصراحه هو اكتر حاجه قابلتني في الاونلاين هي اسوأ حاجه قابلتني في الاونلاين، هي اهم حاجه المفروض تبقى موجوده. طب ايه هي بقى الحاجه المهمه دي؟ هو ان انا كان بيبقى عندي اسئله كتير انا محتاجه اسالها، انا مش فاهمه الحته دي، مش فاهمه يعني احلها ازاي. انا عندي سؤال انا مش فاهماه، سؤال انا مش عارفه احله، مشكله في الماده انا محتاجه انها تتحل. الجزء ده كان ناقصني جدا في حته الاونلاين. طيب ايه بقى الحل بتاعه او احنا نعمل ايه؟ بص عشان بس انت تبقى فاهم، هما المدرسين الاونلاين بيبقوا عاملين المنصه فانت تسمع عليها الشرح، وكمان جروب التليجرام بيبقوا مدخلين فيه مدرسين بيكونوا موجودين معانا، انت عندك اي سؤال هما بيجاوبوا عليه. بس انا الحته دي ما ريحتنيش، انا برضو مش فاهمه، فاهمني؟ كمان اجابه السؤال مثلا ممكن اكون انا لا مش عجباني ازاي. يعني مثلا انا النهارده بعت لهم السؤال بيترد عليا بعدها بيومين تلاته اصلا بكون نسيت السؤال، فاهمني؟ فبصراحه انا ما عجبنيش خالص في الاونلاين الحته دي. يمكن هي من اهم الحاجات بالنسبه لي ان انا كنت بسال اسئله كتير، فمفيش ما احس ان انا الاجابه عليها مش راضياني نفسيا، انا محتاجه كده اسال سؤال ويتجاوب عليا قدام المستر، فاهمني؟ فانت لو عندك المشكله دي ان انت بتسال كتير، بلاش الاونلاين لانك هتضيع فيه. طيب احنا بقى عايزين نوازن ما بين السنتر وما بين الاونلاين، ناخد مميزات ده وناخد مميزات ده. طب نعمل ايه؟ انا هقول لك. لو انت حابب زي ما البنوته اللي كانت سالاني ان هي عايزه تاخد 2 اونلاين او هي كانت عايزه تاخد يعني درسين، ده اللي انا فاكراه، فتاخد هو 2 اونلاين ولا تاخد واحد اونلاين واحد سنتر؟ لا، لو انا ترشيحي ليكي فانت هتاخدي واحد سنتر واحد اونلاين، هتتابعي مع السنتر اللي هو بيتابع اكتر وملتزم اكتر وفي امتحانات كتير، ده هتاخدي سنتر، واللي بيحل كتير خدي معاه الاونلاين. فدي اجابتي على السؤال اللي جالي من البنوته، انا اعتقد اسمها منى. تمام؟ طيب اتمنى انها تكون بتسمع الفيديو دلوقتي. طيب بصوا بقى،
احنا هنعمل ايه في الاونلاين؟ انا حابه لو زي ما انا قلت انت بتاخد درسين او انت حابب تاخد درسين في الماده، وده انا مش برشحه بصراحه. فلو انت عايز تاخد درسين وانت بتمشي على ده او متعود على ده، فخلاص خد واحد سنتر وواحد اونلاين زي ما انا قلت دلوقتي. طيب انت دلوقتي مش هتاخد درسين، انت حابب انك تاخد درس واحد في الماده، طب تعمل ايه؟ بص، في مواد انت لازم واجباري تاخد فيها سنتر، وفي مواد ممكن تاخدها اونلاين. يعني انا هقول لك على حاجه، في سنتي انا كانت الجيولوجيا موجوده وكان كمان الفرنساوي موجود، فانا كنت باخد الاثنين دولت اونلاين، تمام. وكنت في العربي كنت باخد فيه درسين، الماده الوحيده اللي خدت فيها درسين كان العربي. كنت باخد درس في السنتر مع المستر بتاعي، كان بيتابع كتير، كل شهر كان بيبقى فيه امتحانات على طول بيسمع، وهو ما كانش بيحل خالص عشان احنا بس نبقى متفقين، هو ما حلش غير في المراجعه النهائيه. فانا خدت مع مستر وليد محسن شرحه ممتاز جدا، كويس جدا. بص كل حاجه فيه حلوه قوي، يعني هو فهمني السؤال انا اصلا ما بعرف احله ازاي. فبرده في مستر محمد صلاح، بس انا ما كنتش باخد عنده، اخويا هو اللي كان بياخد عند مستر محمد صلاح، تمام. انا كنت باخد مع مستر وليد محسن وانا كنت مرتاحه معاه نفسيا جدا. فده لو انت هتاخد عربي فممكن تاخد او تعمل كده، ان انت تاخد واحد سنتر وتاخد واحد اونلاين، ده انا كنت بعمل فيه كده. فخلاصه القول، انت لو حابب تاخد درسين فتاخد واحد سنتر وواحد اونلاين. طب انا لو حابب اخد درس واحد، في مواد زي ما انا قلت ممكن تاخد فيها سنتر، وفي مواد ممكن تاخد فيها اونلاين. زي ايه؟ هقول لك العربي خد لي فيه درسين، واحد سنتر وخد لي واحد اونلاين، تمام كده. واهم حاجه لازم تتابع، لازم تتابع على طول، لازم تخلص محاضراتك اول باول، تمام. اما بالنسبه بقى للفيزياء والكيمياء والاحياء وكده، الاحياء ما ينفعش بالله عليك تاخدها لي اونلاين، بالله عليك ما تاخدهاش اونلاين. الاحياء يعني انت دايما بتسمع، شوف كل سنه الامتحان بتاع الاحياء بيجي عامل ازاي، فبالله عليك لو انت هتاخد احياء فخدها سنتر. طب انا عايز اخد اونلاين كمان، خلاص خد الاثنين بقى، فاهمني؟ لا بس انت لو هتاخد اونلاين بس بلاش، عشان هيبقى في اسئله كتير قدامك، انت حابب تسال الاحياء مجالاتها واسعه واسئلتها كتير، فبلاش اونلاين، خدها سنتر، تمام. انا كنت باخد احياء سنتر وجيت في المراجعه النهائيه خدتها اونلاين، فانت ممكن تعمل كده برضه، تمام. فيعني بالنسبه حته السنتر والاونلاين دي برضه هتبقى من ناحيه ان انت حبيبي انت ملتزم ولا لا، انت هتعرف تلتزم ولا لا، والالتزام اهم حاجه. اوعى تضيع نفسك، لو انت حاسس ولو 1% ان انت مش هتقدر، ان انت تاني مش هتقدر تلتزم مع نفسك، يبقى بلاش اونلاين، بلاش اونلاين، خليك سنتر، تمام. الدروس برضه اللي هي مكانها هيكون بعيد عنك، تاخد مثلا حوالي مواصلتين ولا 3 عشان توصل لمكان السنتر، فبلاش تاخد سنتر، لا هنا تعالى خد اونلاين، تمام. طيب ده بالنسبه لاسئله سنتر ولا اونلاين. بالنسبه للسؤال الثاني، ايه افضل الكتب اللي احنا ممكن نشتريها؟ تعال هقول لك. بص، في العربي كتاب بيان وكتاب كيان. لو انت عايز تشتري كتاب واحد فخد لي كتاب بيان من افضل الكتب، وانا جبته في المراجعه النهائيه وندمت ان انا اصلا ما جبتوش من اول السنه. ليه؟ لان هو بيدربك على نظام الامتحان بالظبط. فالعربي كان درجته فيها، انا كنت درجتي فيها كويسه، ونظامي اصلا او درجتي في العربي ومستواي في العربي ما اتحسنش غير وانا في ثالثه ثانوي في ايام المراجعه النهائيه. قبل كده مستواي كان يعني ما كانش ينفع اصلا اجيب الدرجه اللي انا جبتها دي، تمام. فلا درجتي كويسه جدا جدا جدا، فكتاب بيان من افضل الكتب اللي انا ممكن ارشحها. طيب كمان بالنسبه للانجليزي ممكن كتاب المعاصر وكتاب جيم. طب انا كنت بحل في كتاب ايه؟ انا كنت بحل فيه كتاب المعاصر، وكمان كنت بحل فيه مذكره المستر بتاعتي، فانت كمان ممكن تعمل كده. بالنسبه للفيزياء فكتاب الامتحان ممتاز جدا، وكتاب نيوتن، دول كتابين حلوين جدا انت ممكن تحل فيهم. طب انا لو باخد مع المستر ومعاه المذكره، يبقى انت هتجيب كتاب واحد ومذكره المستر، ما تجيبش الكتابين ومذكره المستر، لانك مش هتلاقي وقت تحل كل ده، تمام. طيب بالنسبه للكيمياء فعندك كتاب التفوق وكتاب افوجادرو. انا كنت جايبه الكتابين، كنت برضو بحل من مذكره المستر، فكنت في الكيمياء بحل 3 مصادر. انت ممكن تعمل ايه؟ لو انت هتقدر تحل كل ده حل، لو انت مش هتقدر فمعاك مذكره المستر، وممكن تجيب كمان جنبه كتاب افوجادرو، لانه كتاب مهم جدا وحلو جدا وافكاره واسئلته عاليه. طيب بالنسبه للاحياء فالامتحان والتفوق، انا كنت جايبه الكتابين ومعاهم مذكره المستر برضو كنت بحل منها. فانت لو هتجيب كتاب واحد فانا افضل انك تجيب كتاب الامتحان جنب مذكره المستر. بصوا بقى، البلانر دي 90 صفحة هتكفي معاك 3 شهور. الورق بتاعها الوان زي ما انت شايف. انا حبيت اوريها لكم عشان الكمية بتاعتها محدودة، فانا هسيب لكم تحت اكاونت، لو عجبتكم البلانر دي ممكن تطلبوها، ممكن تطلب 1 2 3 زي ما انت حابب. ممكن اما بالنسبه للرياضه فانا كنت علمي علوم بصراحه، مش عارفه في الرياضه قوي، بس انا سالت حد قال لي ان هو كان بيحل مع مذكره المستر وكمان كتاب المعاصر، والمستر اللي كان بياخد عنده يعني كان بيديله كل يوم الدرس كان بيبقى كل يوم، وما عدا يوم الجمعه بس كان بيبقى اجازه. فانت كمان ممكن تجيب كتاب المعاصر، وطبعا يعني من افضل الكتب اللي انت ممكن تشتريها. ده بالنسبه لسنتر ولا اونلاين، وايه افضل الكتب. طيب بص بقى، انا كنت بحل ايه؟ اعتقد ان انا ذكرت وانا بقول ايه افضل الكتب، انا قلت لك انا كنت بحل كتب ايه. طيب انا بس عايزه افهمك،
لو انت بتاخد مع مستر تمام وليه مذكره تعمل ايه؟ حضرتك هتحل في مذكره المستر ومعاهم كتاب من الكتب اللي انا لسه ذاكراها دلوقتي. طيب انا ممكن ارشح لك كتب ايه تجيبها مع المذكره بتاعه المستر. تعالى هقول لك، لو انت في العربي ممكن تجيب كتاب البيان جنب مذكره المستر، انجليزي ممكن تجيب كتاب المعاصر، الفيزياء كتاب الامتحان، والكيمياء كتاب افوكادرو، والاحياء هتجيب كتاب الامتحان، والرياضه هيبقى معاك كتاب المعاصر. تمام. بالنسبه بقى للجيولوجيا والفرنساوي والالماني وكده اصلا المواد دي ما بقتش تنضاف للمجموع، بس انا عايزه افهمك على حاجه، اقول لك حاجه مهمه جدا. انا جات لي كلام كتير جدا 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 من الناس جايبين 92 و93 والماده دي مش جايبين فيها درجه كويسه خالص، اللي هي الفرنساوي او الالماني الماده الثانيه عموما. فبالله عليك ابدا ذاكر الماده دي من اول يوم في السنه. انا بقول لك لو انت هتاخد صفحه واحده بس كل يوم تذاكرها، او خد مثلا درس كل اسبوع تذاكره، افضل بكتير من انك تسيب الماده دي ليالي الامتحان. تمام. وانا عايزه اقول لك ان انا موفره لك كل سبل الراحه في المواد اللي ما بتنضافش للمجموع في الكورس السنوي الشامل. منزله لك فيديوهات شرح، منزله لك مذكرات حل، منزله لك جريده الجمهوريه، منزله لك كمان مذكرات انت ممكن يعني فيها شرح وفيها كلمات وفيها حل، فاهمني؟ مذكره واحده تلاقي فيها كل ده، وفي مذكرات تانية منفصله عن بعضها، وفي امتحانات السنه اللي فاتت فيها المواد اللي بتضافش للمجموع هتلاقي كل حاجه من غير ما انت تدور كتير ولا تلف وتدور كتير وتشتري كتب ليها. بلاش تشتري كتب ليها لان هي كده كده ما بتضافش للمجموع. فممكن تعمل ايه؟ ممكن تشترك في الكورس السنوي الشامل بتاعي، هتلاقي كل الحاجات دي متوفره هناك. ده هي بس مش فيها المواد اللي بتضافش للمجموع، لا كمان الكورس ده فيه المواد اللي بتضاف للمجموع. تمام. طيب بص بقى، احنا دلوقتي خلصنا كام سؤال كده. طيب عايزين بقى ندخل على السؤال المهم، ان هو كتب خارجيه ولا كتب المدرسين. انا رديت على السؤال ده وانا بتكلم وقلت لك لو انت بتاخد سواء سنتر او اونلاين جيب لي كتاب خارجي وجيب لي كتاب المستر. ليه؟ هناخد مميزات ده وهناخد مميزات ده، فبالتالي نبقى بنحل من الكتب دي وبنحل كمان من الكتب دي. طب تعالى بقى نتكلم على سؤال برده تاني مهم جدا، وهو ايه هو افضل المدرسين اللي احنا ممكن ناخد عندهم. بص انا هقول لك المدرسين الكويسين في الماده، وهقول لك كمان ايه المدرسين اللي انا خدت عندهم. ولو في حد كان بياخد عند مدرسين تانيين غير المدرسين اللي انا هذكرهم دول ولقاهم كويسين وبيفهم منه، فيبقى سيب لي اساميهم تحت في التعليقات. اول ماده عندنا هي العربي. بص افضل مدرسين انا سمعت ليهم شرح كان مستر وليد محسن ومستر محمد صلاح. انا كنت باخد عند مين؟ انا كنت باخد مع مستر وليد محسن. طيب بالنسبه للانجليزي فالمستر اللي انا سمعت ليه شرح هو مستر شريف المصري. تمام. انا ما اعرفش حد في الانجليزي خالص لان انا ما كنتش باخد انجليزي اونلاين، انا كنت باخده سنتر. تمام. والمدرس اللي انا كنت باخد عنده بصراحه كان شافي ووافي وكل حاجه، وانا جبت 50 من 50 في الانجليزي، فهو ما كانش يعني مخليني ان انا ممكن ابص لاي حد. بس المستر ده اللي هو مستر شريف المصري انا شفته في ليالي الامتحان بتاع الانجليزي، فهو عجبني جدا وشرحه كان كويس، سواء كان في القصه او في علامات الترقيم كل حاجه كان حلوه خالص. فممكن انا ارشح المستر ده مستر وليد شريف المصري. فلو حد عارف حد تاني كويس فممكن يقوله لنا تحت في التعليقات بحيث كل الناس تستفاد. الماده بعد كده هي الاحياء ممكن مستر محمد ايمن واحمد الجوهري. انا كنت باخد مع مين؟ انا كنت باخد مع دكتور احمد الجوهري، خدته برده معاه في المراجعه النهائيه، وفي اول السنه انا كنت باخد سنتر. بالنسبه للفيزياء فممكن دكتور كيرلس وكمان مستر محمد عبد المعبود. انا كنت باخد مع مين؟ انا كنت باخد مع دكتور كيرلس ومستر محمد عبد المعبود. انا كنت بسمع ليه لما مثلا انا اكون مش فاهمه جزئيه كنت بروح لفيديوهات مستر محمد عبد المعبود وبسمع الجزء ده، وكنت كمان سمعته في ايام المراجعه النهائيه، وبرده كمان سمعته يعني في ليالي الامتحان. تمام. فاي حد عايز الدنيا تبقى بسيطه عنه شويه ويفهم بسهوله ممكن ياخد مع دكتور كيرلس. طب انا حابب اتعمق في الماده اكتر واعرف معلومات اكتر عن كل سؤال ويديني اسئله بمستويات عليا وقريبه من يعني الاسئله اللي بتكون عاليه شويه، فممكن تاخد مع مستر محمد عبد المعبود، والاثنين كويسين جدا على فكره. طيب اما بالنسبه للكيمياء ففي مستر خالد صقر ومستر محمد عبد المعبود، مستر محمد عبد الجواد سوري، وكمان دكتور عبد الله الحبشي. انا كنت باخد مع مين؟ انا كنت باخد مع دكتور عبد الله الحبشي، بس ده كان في المراجعه النهائيه. اما في الايام العاديه كنت باخد طبعا يعني سنتر. تمام. طيب دكتور عبد الله الحبشي لو انا هقول لك انت هتاخد عند مين، انا بقول لك ان الثلاثه دول كويسين جدا، بس انا لو هاجي ارشح لك تاخد عند مين يعني يا اما تاخد مع مستر خالد صقر يا اما مع مستر محمد عبد الجواد. تمام. ليه؟ انا في دكتور عبد الله الحبشي انا بصراحه يعني اشتركت معاه بس ما حبيتش النظام بتاعه خالص. تمام. فانا مش عارفه ممكن ده يكون نظامه حلو لبعض الناس ولا لا، بس انا ترشيحاتي يا اما مستر خالد صقر يا اما مستر محمد عبد الجواد. تمام. طيب اما بالنسبه للفرنساوي ففي اثنين ممكن تسمع لهم شرح، هو ميسيو حسين الجبلاوي وميسيو انس. انا منزله لك الفيديوهات بتاعتهم والحاجات المهمه بتاعتهم موجوده معايا في اللي هو الكورس السنوي الشامل. انا بقى كنت بسمع مين؟ كنت بسمع ميسيو حسين الجبلاوي. خلي بالك انا ما اشتركتش مع اني ما كنتش باخد سنتر في الفرنساوي، بس انا ما اشتركتش فيه، انا كنت بذاكره مع نفسي، ولما احب اسمع شرح حاجه او احل حاجه كنت بسمع ميسيو حسين الجبلاوي. برده انا سمعته في ليالي الامتحان وسمعته كمان في المراجعه النهائيه، فهو كويس جدا. بالنسبه بقى للالماني ففي هير محمد الشيخ وهير اسلام طاهر
الظاهر دول اكتر اتنين كويسين جدا، لكن انا ما كنتش الماني، انا كنت فرنساوي. فسالت حد يعني كان بياخد الماني وكده، فقال لي الاتنين دول افضل اتنين. تمام. فدي كل الحاجات اللي انا ذكرتها او اللي انا قلت ان احنا هنتكلم عنها في الفيديو بتاع النهارده. اتمنى اكون ما نسيتش حاجه خالص، ولو نسيت حاجه ممكن تسيبوها لي تحت، واي بقى موضوع احنا حابين نتكلم عنه ممكن تسيبوه تحت في التعليقات او تبعتوا لي على قناه التليجرام.